دي مش مكرونه بشاميل ولا حتى بطاطس جراتان، دي وصفه لو دخلت الفرن حقيقي بتقلب البيت قلبان. والمره دي بجد انا مش مسؤوله عن الادمان، من اول مره عملتها وانا مش قادره ابطل اكل منها. وكل اللي هتحتاجيه شويه بطاطس على حسب الصينيه اللي هتعمليها. انا هنا مستخدمه حوالي كيلو وربع تقريبا. هتغسلي البطاطس وتقشريها، وبعد كده هتبداي تقطعيها. هنقطعها شرايح رفيعه بالشكل ده، ما تكونش رفيعه قوي بس كمان ما تكونش سميكه. هخلص الكميه كلها واغسلها، وبعدين نبتدي نشتغل على طول في وصفتنا اللي سهله جدا بس لذيذه قوي. بعد ما غسلت البطاطس ابتديت اجهز باقي المقادير بتاعتي. هقطع بصلتين متوسطين كده لقطع صغيره قد ما نقدر، يعني نعيد عليها تاني بالشكل ده. هنا خلصت البصلتين هشيلهم على جنب. وعندي كمان فلفلايه الوان، احمر اخضر اصفر براحتك خالص. انا استخدمت هنا فلفلايه حمراء وقطعتها برده مكعبات صغيره ونعمتها بالشكل ده. صينيه، طاسه، ووك، اي حاجه كبيره على النار، وحط فيها معلقه من الزيت ومكعب من الزبده، او ممكن تستبدليهم بسمنه بلدي. وانزلي بقى بالبصل بتاعك وعلى نار عاليه ابدأي شوحيه لحد لما ياخد معانا اللون الذهبي الحلو ده. بعد كده هننزل باللحمه. انا هنا استخدمت كيلو لحمه، وما استخدمتوش كله في الوصفه، بس انا عصقت كيلو معاكم يعني. ممكن تستخدمي نص كيلو، ربع كيلو، حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. شوحت اللحمه كويس جدا، وبعد كده هبتدي اضيف بهارات لحمه، وهضيف فلفل اسود، هحط بابريكا، وهحط ملح، وطبعا البهارات اختياري. بعد كده هحط فلفل احمر، ممكن تحط فلفل سبايسي، ويا سلام على فص توم بقى مهروس بيفرق جدا جدا. معلقتين كبار من الصلصه دوبتهم في نص كوبايه ميه، وهقلبهم مع اللحمه. وبعد كده هحط نص كوبايه ميه كمان، وهغطي واسيب اللحمه بتاعتي دي على نار هاديه لمده 10 دقايق. بس انا عايزه في الاخر يبقى لسه فيها سوائل، يعني عايزاها جوسي كده زي ما بيقولوا، ما تبقاش ناشفه. في العشر دقايق دول هكون جهزت الوايت صوص معاكم. حطيت مكعب زبده كبير كده محترم، معلقه سمنه بلدي، واحط عليهم معلقتين ونص مليانين كده من الدقيق. هقلبهم كويس، وبعدين احط مرق الدجاج وملح وفلفل اسود. وبعد كده انزل بالحليب بتاعي. حطيت لتر من الحليب وهقلب. انا عايزه البشاميل عندي يبقى خفيف شويه. وتعالوا نجهز باقي وصفتنا، بس ما تنسوش تحطوا شويه من الجبنه الموتزاريلا بتاعت الحمد كده على البشاميل اللي بتفرق قوي. احنا متابعين البشاميل اللي لسه ما غلاش معانا، وفي نفس الوقت هنبتدي ندي للبطاطس تشويحه، ونقول زي نص تسويه كده. هي كده كده رفيعه مش تخينه قوي، فمش هتاخد وقت، ومجرد ما نقليها من الناحيتين هتكون استوت معانا. لما تاخد لون كده هنشيلها ونكمل باقي الكميه اللي عندنا. كل حاجه عندنا كده بقت جاهزه. نبتدي بقى نفرش الصينيه بتاعتنا شويه بشاميل، ونبتدي نرص راق من البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او باي طريقه تانية مناسبه ليكم. وبعدين نحط طبقه من اللحمه المفرومه. وهنا انت ممكن تكتفي بالطبقه الداخليه دي، وعليها شويه من البشاميل، وعليها شويه من الجبنه الموتزاريلا، وبعدين تحطي طبقه البطاطس التانية، وكده هتحطي فوق البشاميل وخلاص. بس انا حبيت اديها روح اللازانيا شويه، انا بحبها جدا بالمناسبه، وفعلا فرقت في طعم الوصفه دي لما حطينا طبقه لحمه تانية على الوش. وغرقيها بقى بشاميل الباقي اللي عندك ده، ويكون خفيف زي ما اتفقنا. وبعد كده هنحط على الوش شويه جبنه موتزاريلا، بس ننزل البشاميل كده من الجوانب ومن النص قد ما نقدر، عشان لو البطاطس مستويه بنسبه 80 90%، باقي البشاميل والصوص بتاع الصلصه يكمل لنا تسويه البطاطس في الفرن. حطي بقى رشه من البقسماط كده فوق الجبنه الموتزاريلا، واديها رشه كمان من الزعتر، ودخليها الفرن. وادعيلي بجد ريحه البيت بتقلب قلبان. طعم وصفه النهارده حقيقي جنان. دخلتها الفرن نص ساعه وطلعت معايا خطيره. في الاخر هنفتح الشوايه، وبصوا بقى وصفه النهارده مش محتاجه جنبها اي حاجه، شويه سلطه خضراء، وعملتي وصفه كامله متكامله في وقت حلو وطعم لذيذ، وطريقه هتعجب الكبار والصغيرين. جربوا وصفه النهارده، ولو عملتوها قبل كده اكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي كمان كل التريكات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. بحبكم جدا، واستنوني فيديوهات جايه كتير.